سرحة مؤهل سرحة نزله شباب ما تعصب. لا ما في تعصب. شو الفرق بينك وبين الدواعش؟ شو واقف الحلقة. تخيل معايا كده ان في شخص واحد قادر يوقف دولة كاملة ويتحدى جيش ويسيطر على مناطق. شخص كان كل الناس بتخاف منه وناس تانية كانت بتشوفه بطل شعبي. حكايتنا النهاردة فيها مطاردات وخيانة ونهايتها ما كانش حد يتوقعها. حكايتنا النهاردة عن نوح زعتر، الراجل اللي اتحول من شاب فقير لأخطر تاجر مخدرات في الشرق الأوسط ولحد لحظة القبض عليه. معاكم عبد الرحمن صاحب قناة حكاوي الدهشان. جهزوا نفسكم لقطر الحكاية، هنا تتفرجوا على قصص إسلامية مليانة عبر وموعظة، قصص رعب وتشويق تخليك كأنك عايش الأحداث لحظة بلحظة. كل قصة هتاخدك جوه الأحداث من أولها لآخرها كأنك جزء منها. ما تفوتش قطر الحكاية، اشترك دلوقتي وعيش المغامرة علشان قطر الحكاية ما يفوتك. يلا نبدأ الحكاية. نوح زعتر اتولد سنة 1977 في منطقة في لبنان اسمها البقاع. دي منطقة معروفة بالجبال والزراعة، والأهم إن فيها نفوذ لعائلات كبيرة مشهورة بتجارة السلاح. نوح من صغره كان طفل عنيد، صوته عالي ودمه حاد، ودايما كان بيحس إن الدنيا ضلمة. نوح كبر وهو شايف الناس اللي حواليه بتتاجر في السلاح والمخدرات، إنه لما كانوا هسيب التعليم ومش مهم بقى أطلع مدرس أو ضابط أو دكتور أو حاجة لها قيمة وفي الآخر أقبض مرتب قليل، لا أنا أخش المجال ده وأقبض ملايين. طبعا أنا بهزر، الحاجة دي آخرتها هلاك ونهايتها مش حلوة. في اللحظة دي الشيطان بدأ يلعب في دماغه وقرر يكون واحد من نوح. في بداية العشرينات من عمره نوح قرر يخش عالم زراعة الحشيش وتصنيعه، لكن ما كانش زي الباقيين، كان فاهم اللعبة وعقله شغال. نوح عرف يكون شبكات وعلاقات كبيرة، عرف يشتري سلاح من هنا ومن هنا وبدأ يكبر تجارته في السلاح. اسألني أي شيء. كيف عايش؟ كيف عايش؟ يعني توتر دائم، توتر دائم. من شو؟ انه اول شيء هلا التوتر خف شوي من بعد ما ارتحنا من الدواعش اللي كانوا على حدودنا هان، وداخليا كنت بتعرف انت من الامن، يعني انه دائما انا مطلوب وملاحق وهالشيء هذا. الجيش اللبناني حاولوا يقبضوا عليه كذا مرة، بس دايما نوح بيكون سابقهم بخطوة. كان بيتحرك من جبل لجبل وبيتنقل بطرق سرية، ودايما بيكون معاه مجموعة مسلحين مخلصين ليه. وبدأ يتنشر فيديوهات ليه وهو شايل السلاح وماشي وسط رجالته. الله بيعرف ايدي عم تحكم هذا الصوت، بس ما بيعرف شو هاو بشر ما بيعرفوا. هاودي الفلك شايل الرز. مصور فيديو يا رجل، يا رجل انا بتنزلها على الفيسبوك بتعمل لي لا يا اخي. الناس بدأت تعتبره أسطورة، والناس في منطقته كانت بتحبه وشايفاه زعيم مش مجرم، لأنه كان بيساعد فقراء وبيخلص مشاكل وبيحمي ناس كتير من العصابات. بقى عنده شعبية زي ما يكون كده زعيم مافيا، وبقى عنده قاعدة جماهيرية. نوح عاش سنين طويلة هربان وبدأ يتحرك بالسلاح من مكان للتاني، ما كانش بيقعد في مكان ثابت، وبيعمل صفقات ومعاه شبكة بتوصله بدول تانية. كل مرة الدولة بتحاول تقبض عليه يهرب في آخر لحظة، لحد ما بقى أخطر مجرم مطلوب في لبنان كلها. وفي سنة 2024 السلطات اللبنانية كانت عاملة خطة سرية مش زي كل المحاولات اللي فاتت وفشلت. السلطات اللبنانية بقت تتبع خطواته بالمراقبات الإلكترونية، وكمان بدأوا يراقبوا مكالماته. وخلاص في اللحظة دي السلطات اللبنانية كانت عاملة كمين بإحكام مش زي كل مرة نوح بيطفش فيها. نوح كان فاكر إنه رايح اجتماع عادي مع ناس واثق فيها، لكن اللي ما كانش يعرفه إن الليلة دي بالذات هتبقى ليلة مختلفة. وهو داخل الطريق اللي هيوصله للاجتماع، اللحظة دي القوات الخاصة قفلت كل المنافذ، عربيات مدنية اتبدلت بعربيات أمن، والطريق في اللحظة دي بقى فخ. نوح حاول يهرب، حاول يفتح الطريق بالسلاح، بس القوات كانت مستعدة. اتحوطوا عليه بالكامل واتسحب منه السلاح، اتقبض عليه بعد سنين من المطاردة والعذاب. الخبر نزل فجأة، نوح زعتر تم القبض عليه. في اللحظة دي الناس اتصدمت، والناس اللي كانوا شايفينه أسطورة خلاص حسوا إن الزمن قلب عليه في لحظة. العبرة من قصة نوح زعتر، مهما كنت قوي، مهما كان في ناس بتسندك، في الآخر الطريق الغلط عمره ما بيتسند بالخير. الفلوس اللي بتيجي بسرعة بتروح أسرع، واللي يعيش حياته مطاردة عمره ما هيعيش حر. دي كانت حكاية راجل بدأ من الصفر لحد ما وصل للسطوة والغنى والكبر، لكن كانت نهايته باب زنزانة. وكده نكون وصلنا لنهاية الحكاية. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش توصل فيديو أكبر عدد من اللايكات. وخلاص احنا قربنا نوصل على 700 مشترك، وهدفنا ان نوصل 1000 مشترك قبل نهاية السنة. وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى إن شاء الله.